اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. رمضان وسفرة رمضان وعزومات رمضان، كل سنة وانتم طيبين. طبعا مفيش سفرة ولا عزومة بتخلى من طبق الفراخ المشوية. مين فينا ما بيحبش الفراخ المشوية؟ وخصوصا لو هنكون عاملينها في البيت زي النهاردة وهنعمل لها كده شوية اضافات وتركات، هتفرق جدا جدا في طعم الفراخ. ولا هنحتاج بقى شواية ولا فحم، وهنعمل حبة فراخ مشوية زي العسل، احلى مليون مرة باللي بنجيبهم من بره. انا امنية ودي قناتي، ولو دي اول مرة بتشوفوني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلكوا فيديوهاتي الجديدة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنا انا عندي فرخة قطعتها على 4، وفتحت كده الصدر وفتحت الفخاد وخليت زي ما بيقولوا العظم بتاعها مكشوف علشان يستوي. فتحتها كده كويس، طبعا غسلناها بأي حاجة انت بتحبيها ما عدا الخل. يلا نتبلها. هنتبلها معلقة زبادي، ملح وفلفل وبهارات فراخ، زعتر، وبابريكا، وسلام لو كانت بابريكا مدخنة. معلقة الزبادي ممكن نستبدلها بشوية لبن، معلقة من دبس الرمان، شوية خل، حوالي ربع كوباية من الزيت، وعصير ليمونة. ممكن مكان الزبادي زي ما أنا قلت نص كوباية لبن، أو ممكن لبن رايب بيبقى برضو حلو جدا في لحم الفراخ وبيفتت الأنسجة. تبلتها كده وهغطيها، ويستحسن لو عملناها من بالليل علشان تشرب من التتبيلة. وكمان الفراخ كل ما بتقعد في التتبيلة فترة كبيرة كل ما بتكون سواها أسرع، لأن التتبيلة بتعتبر جزء من تسوية الفراخ. جبت هنا بولة حطيت فيها شوية من البصل اللي أنا مقطعاه شرايح. بهرت البصل بشوية من الملح وشوية من الفلفل وفركته كده علشان يبقى البصل بتاعنا ليه ريحة حلوة. وبعد كده نزلت بباقي الخضار، قطعت فلفل أخضر، ممكن فلفل حامي، وشوية من الجزر. جبت طبق تاني حطيت فيه شوية من شرايح الليمون، ورق لوري وحبهان قرفة، واحدة لومي، ممكن شوية زعتر. وجبت صينية، مش شرط تكون صينية أنا بستعملها، ممكن أكون سايباها للشوي والحاجات دي. نزلت بالمنكهات دي كلها وشوية ملح وشوية فلفل. هنا انا كان عندي الشوايه اللي احنا بنجيبها لشوي الفراخ، بس مش لازم خالص، ممكن تعملي نفس الخطوات دي على الشبكه بتاعه الفرن. مش شرط يكون عندنا الشوايه دي. هنحط شبكه الفرن وتحتيها الصينيه اللي فيها الميه بكل الليمون والزعتر والقرفه والحبهان والقرنفل وكل المطيبات اللي انت بتحبيها. وبعد كده هنرصص عليها الفراخ كده من فوق زي ما انتوا شايفين. مش قادره اقول لكم ريحه التتبيله تحفه. كل ما التتبيلة بتاعتنا تكون مخدومة كده بالبهارات، كل ما تكون نتيجة المشويات بتاعتنا في منتهى الجمال. نرجع بقى نجيب الخضار اللي احنا بهرناه بالملح والفلفل، واهم حاجة ان احنا نكون فركنا البصل كده بالملح والفلفل، وهنحطه كده على وش الفراخ بتاعتنا. يا سلام على طعم الخضار ده لما بينزل طعمه كده على الفراخ، وكمان بياخد ال التحميرة والشوي كده بتاع الفرن، بيبقى طعمه حلو جدا. دهنته كده دهنة من الزيت، وما تنسوش برضو تدهنوا شبكة الفرن او الشواية اللي هتستخدموها دهنة من الزيت علشان الفراخ بتاعتنا ما تلزقش. في الفرن على درجة حرارة 200 في أرضية الفرن أول نص ساعة، وبعد كده بنرفعها في الرف الأوسط وبنخليها على درجة حرارة 180 كمان نص ساعة أو 3/4 ساعة حسب حجم الفراخ بتاعتنا. بتطلع في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين. هطلعها من على الشبكة أو من جوه الشواية. وكمان حبيت اللي أنا أدخلها كده في فحماية كنت مولعاها على البوتاجاز، وحط فيها بشوية من الزيت، وهغطيها عشان تتدخن وتاخد طعم الفحم، وكأننا شوينها على الفحم من الأول للآخر. أحلى حاجة تحتيها فرشة كده من البقدونس، شوية طحينة، أنا كنت عاملة هنا سلطة طحينة بالزبادي، وحبة بطاطس محمرين. وبكده بتكون الفراخ المشوية بتاعتنا جاهزة وفي منتهى الجمال. عبارة عن لحمة دايبة متبلة حلوة جدا، مش مضرة من كتر الفحم اللي هي اتشوت عليه ولا أي حاجة. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.